سيد الرئيس المحترم، السيدة الوزيرة، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أتشرف باسم الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية ومن خلال حزب الاستقلال أن أتناول الكلمة في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023. لكن في البداية اسمحوا لي باسم كافة أعضاء الفريق أن نعبر عن اعتزازنا بما يحققه المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم من نتائج مميزة وتاريخية. أيضا ولا بد أن نحيي عالي المجهودات المبذولة من قبل أطر وزارة الاقتصاد والمالية في سبيل إعداد وإدخال التعديلات على مسودة هذا المشروع في انسجام تام مع روح الدستور، مع مضامين الخطب الملكية السامية والبرنامج الحكومي والتحديات الكبرى التي تتبع المرحلة الراهنة. حضرات السيدات والسادة، يأتي مشروع قانون المالية 2023 في ظرفية دولية تتميز بتوالي الأزمات المالية والاقتصادية منذ عقد ونصف من الزمن، وثقل الجائحة وما رافقها من اضطرابات وانتكاسات اقتصادية واجتماعية، والحرب الأوكرانية والتي كرست الأزمة وساهمت في استفحال التضخم وأزمة الأسعار، وأخيرا اشتداد التحولات المناخية وما تحدثه من كوارث، خصوصا الجفاف المزمن وشح المياه على المستوى الدولي. وما يستشف من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 هو أن الاقتصاد المغربي اكتسب مناعة كبيرة جعلته يواجه توالي الأزمات بقوة وصمود وعناد مجتمعي إيجابي قل نظيره. لقد كنا ولا نزال نواجه الأزمات بالاستثمار في المستقبل. هذه مقاربة يسميها الاقتصاديون مقاربة ضد الدورات، أنتي سيكليك، أي أننا لا نسن سياسات التقشف في زمن الأزمة خصوصا فيما يخص الاستثمار. هكذا نرى أن المجهود الاستثماري العمومي سيصل السنة المقبلة إلى 300 مليار درهم، وهذه المقاربة هي ليست مجرد ثقة في المستقبل فقط، ولكن في قدرة المغرب والمغاربة على تجاوز الصعاب بإرادة وقوة وتبصر. هذا العزم لم يكن ليكون لولا الاستقرار الذي تنعم به بلادنا والطمأنينة التي تعم وطننا. لذا فنحن في الفريق الاستقلالي لا تفوتنا هذه الفرصة دون أن نحيي قواتنا المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي والأمن الوطني والأجهزة الأمنية التي تعمل بقيادة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية جلالة الملك محمد السادس نصره الله على الذود عن حوزة الوطن، ونشد على أيديهم ونعبر لهم عن دعمنا اللامشروط لتضحياتهم ولتجندهم الدائم للعمل الدؤوب من أجل أمن الوطن واستقراره وطمأنينة أهله. السيدة الوزيرة، السيدات والسادة، تدهور سلاسل الإنتاج وسلاسل التوزيع والتوزيع التي رافقت جائحة كورونا وما بعدها أدت إلى ارتفاع أسعار النقل والنفط والمواد الغذائية، مما أدى إلى موجة تضخم لم يشهدها الاقتصاد العالمي منذ سنوات، وهي الموجة التي زادتها تفاقما الحرب في أوكرانيا. وبلادنا ليست في منأى عن هذه الوضعية، وما قامت به الحكومة من تدخل لدعم الفلاحين المتضررين من الجفاف وصل إلى 10 ملايير درهم، وذلك بأمر من صاحب الجلالة، والتأثير في استقرار الأسعار عبر الدعم المباشر للنقل تعدى 5 ملايير درهم، والرفع من أجور الموظفين والذي ناهزت 8 مليارات من الدراهم، ودعم المكتب الوطني للماء والكهرباء ب5 ملايير درهم للحيلولة دون ارتفاع أسعار الماء والكهرباء، ودعم المقاولات السياحية بقدر يصل إلى 2 مليار ديال الدرهم، والاستمرار في دعم التمدرس عبر برنامج تيسير، وتخصيص حوالي 40 مليار درهم كدعم للحفاظ على استقرار أسعار الغاز والبوطاء والقمح اللين والسكر في إطار صندوق المقاصة. كل هذا الشيء يجعل وقع ارتفاع الأسعار يبقى في حدود متحكم عليها، رغم أنها تبقى مرتفعة بالنسبة للقدرة الشرائية ديال الطبقات الدنيا وديال الطبقات المتوسطة. كان اللي طالب الحكومة باش تمشي إلى تخفيض أسعار الضريبة
على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك بالنسبة للمحروقات، ولكن هذا الإجراء هذا ستستفيد منه الطبقات الميسورة التي تستهلك أكثر. وحسنا فعلت الحكومة أنها لم تلجأ لهذا الإجراء. إن مقاربة الحكومة للأزمة كانت ناجعة وإرادية وواقعية، ولم تسقط في الارتجال ولا في الحلول السهلة التي ليس لها تأثير على قدرات الطبقات الاجتماعية المتضررة. نعم، الظرفية تسائلنا حول سياستنا الطاقية وحول الأمن الغذائي الذي نادى به صاحب الجلالة. تسريع الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقات البديلة الغير ملوثة بما فيها الطاقة النووية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الطاقي على المدين المتوسط والبعيد. ونحن في فريق استقلالي نثمن عالي الرعاية صاحب الجلالة لهذا الورش، كما تدل على ذلك دعوته مؤخرا لتسريع الانتقال الطاقي، وكذا ترأسه للاجتماع الذي شهد تقديم استراتيجية المكتب الشريف للفوسفات حول تصفير الكربون على مستوى سلاسل إنتاج الأسمدة، والشراكة التي عقدها المكتب مع الحكومة حول تحلية مياه البحر واستفادة الساكنة المتواجدة قريبا من وحداته من هذه المياه. الأسمدة الخضراء والبحث والتنمية التي ترافقهما من أجل إيجاد الحلول لدعم الإنتاج الزراعي في المغرب وفي إفريقيا، من شأنهما تقوية حظوظ المغرب والبلدان الإفريقية في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في المجهود الدولي في هذا الإطار. وهذا يعني دعم الانتقال إلى جيل أخضر مقاول ومعتمد على زراعة عصرية ومستديمة كما هو مسطر لذلك في مخطط الجيل الأخضر. ولكن التحولات المناخية تقتضي منا إعادة التوجيه الفلاحة نحو منتوجات غير مستهلكة للماء وكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك الخالقة لقيمة مضافة قابلة للتصدير. في هذا الإطار نثمن تخصيص الحكومة ل10 مليارات من الدراهم لضمان تعبئة المياه الصالحة للشرب والسقي عبر إنشاء محطات لتحلية مياه البحر تشتغل بالطاقات المتجددة، وعبر طريق سيار للماء من الشمال للجنوب، وإعادة تثمين المياه العادمة، وطبعا بناء السدود بما فيها السدود الكبيرة والسدود التلية. حضرات السيدات والسادة، ورش الحماية الصحية والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل والحق في التقاعد هو مشروع مهيكل بامتياز أطلقه جلالة الملك وانخرطت فيه الحكومة منذ اليوم الأول. نحيي الحكومة على تخصيص جزء مهم من ميزانية 2023 لاستكمال ورش التغطية الصحية وبداية وضع السجل الاجتماعي لاستهداف الأسر في إطار تدخل مباشر من الدولة لصالح الفئات الفقيرة والمهمشة والمعوزة ومتوسطة الدخل. ما نؤكد عليه هو ضرورة ضمان استدامة الصندوق الخاص بالتغطية الاجتماعية واستمرارية الموارد المخصصة له، وكذا تحسين العرض الصحي من خلال تحسين جودة خدمات القرب، احترام تراتبية العلاجات، تحسين شروط اشتغال العاملين في القطاع الصحي والرفع من رواتبهم، والانفتاح على القطاع الخاص وتحسين حكامة القطاع، وسن سياسة دوائية ناجعة، والعمل على تحقيق جاهزية دائمة في وجه الطوارئ وتعزيز الأمن الصحي خصوصا في زمن الأوبئة، وكذلك الاحتياط من الاضطرابات التي تصيب سلاسل الإنتاج والتزويد. وفي هذا الإطار نحيي التزام الحكومة في إطار مشروع قانون المالية 2023 بتخصيص حوالي 4 مليار إضافية لقطاع الصحة وتخصيصها لحوالي 5000 منصب شغل لتزويده بالموارد البشرية الضرورية. سيدات والسادة، التغطية الاجتماعية هو استثمار يتوخى تحسين قدرات طبقات الدنيا والمتوسطة، وهي القدرات التي بدونها لا يمكن لها أن تمتلك الوسائل لتحقيق ذاتها ومواجهة رهان التنمية. والتعليم كذلك استثمار في قدرات الأجيال الناشئة، والإصلاح الشامل للمنظومة التربوية يتطلب الوسائل. وفي هذا الإطار وضعت الحكومة 6 مليار درهم إضافية رهن إشارة القطاع. ونحن في فريق استقلالي نثمن برنامج الحكومة المتمثل في تحسين فضاء المدرسة والقسم والرقي بتجهيزاتهما، وإحداث قطيعة نوعية في طرق التدريس والمناهج وفلسفة التلقين والتعلم،
وكذلك سن سياسة تتوخى تحفيز رجال ونساء التعليم لضمان انخراطهم في الإصلاح وتجويد حكامة القطاع واعتماد مبدأ المسؤولية والمحاسبة على مستوى المدارس. علينا أن نقوم بتقييم الإنجاز في كل سنة على أن يعرف البرنامج مداه في غضون 4 سنوات ابتداء من سنة 2023. سيدات والسادة، الاستثمار في الرأسمال البشري استراتيجي، وفي الوقت ذاته فإن الرأسمال المؤسساتي ليس أقل أهمية. تقوية دور المؤسسات وإصلاح الإدارة عبر الرقمنة وتبسيط المساطر وتوضيح الأدوار والمسؤوليات وإعمال مبدأ دولة الحق والقانون وإصلاح منظومة العدالة ودعم دور المجتمع المدني والجماعات والجهات وكذا مؤسسات الحكامة، كلها تصب في تعزيز بناء دولة متينة الدعائم والمقومات. في هذا الإطار نثمن إقدام الحكومة على مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، وندعم تخصيص الحكومة لمبلغ 10 ملايير درهم لدعم الجهات وتخصيص مناصب شغل للهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة. ولكن من جانب آخر نؤكد على ضرورة مراجعة دور الجماعات الترابية خصوصا القروية منها وإصلاحها وإعطائها نفسا جديدا وجعلها قابلة للحياة عبر تجميعها وخلق انسجام بين المدن والأرياف وإعطائها الوسائل اللازمة للمساهمة الحقيقية في التنمية المحلية وتثمين القدرات المتواجدة على المستوى الترابي في إطار مقاربة متجددة للحكمة المحلية. سيدات والسادة، لا يفوتنا هنا التوقف عند مباشرة الحكومة تنزيل مخرجات المناظرة الجبائية، خصوصا ما تعلق منها بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. هكذا فإن الرفع من الجزء القابل للخصم من 25% إلى 35% بالنسبة للدخول التي تقل على 78 ألف درهم، والرفع من الدخول المعفاة كليا من الضريبة على الدخل إلى 35 ألف درهم، وقبول الحكومة تعديل الأغلبية القاضي بسن ضريبة على الدخل بالنسبة للأطباء والأساتذة الذين يقومون بأنشطة عرضية إلى 30% ذات أثر إبرائي، وقبول الحكومة لتعديل الأغلبية بالقاضي بالرفع من سقف حجم ما هو خاضع للضريبة على الدخل تساوي 30% بالنسبة للمقاول الذاتي الذي يقوم بعمل لصالح زبون واحد من 50 ألف درهم إلى 80 ألف درهم. كل هذه الإجراءات تصب في إصلاح جذري لمنظومة الضريبة على الدخل لتكون أكثر عدلا وأكثر نجاعة وغير ضارة بذوي الدخول الدنيا. الإنجاز الكبير الآخر الذي أتى به مشروع قانون المالية هو على مستوى الضريبة على الشركات، حيث تم توحيد نسبتها في 20% بالنسبة للمقاولات التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، و35% بالنسبة للتي يزيد ربحها على 100 مليون درهم، و40% بالنسبة لشركات الائتمان والبنوك وصندوق الإيداع والتدوير وبنك المغرب. هذا يعني أن المقاولات الصغرى التي يقل ربحها عن 300 ألف درهم سوف تنتقل نسبة ضريبتها على الشركات من 10 إلى 20%. ولكن هذه المقاولات لا تقوم بتوزيع الربائح وتكتفي في جلها بتأدية المساهمة الدنيا التي مرت بمقتضى هذا القانون من 0.5 إلى 0.25%. ونثمن في هذا الإطار قبول الحكومة تخفيض المساهمة الدنيا بالنسبة للشركات التي كانت تؤدي 0.25% إلى 0.15%، لأن رقم معاملاتها ارتفع جراء التضخم بينما بقي هامش الربح على ما هو عليه، وهو تعديل أتت به الأغلبية وقبلته الحكومة مشكورة. وفي هذا الإطار ولتخفيف العبء الضريبي على الشركات الكبرى والتي توزع ربائح، فإن نسبة تضريب الأرباح الموزعة ستنخفض من 15% إلى 10%. هكذا فإن الإصلاح الخاص بالضريبة على الشركات يتوخى التوحيد والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء وإعطاء جاذبية أكثر للمغرب كوجهة استثمارية. وفي انتظار استكمال هذا الورش عبر إصلاح الضريبة على القيمة المضافة السنة المقبلة، فإننا نؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ الاقتطاع من المنبع الذي أتت به الحكومة، ونثمن قبولها تعديلات فرق الأغلبية القاضية بتخفيض نسبة الاقتطاع من المنبع من 15% إلى 10% بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمهن الحرة، ومن 10% إلى 5% بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
نثمن إعمال الحكومة لمبدأ الحوار للتوصل إلى حل توافقي مع هيئة المحامين، ونشدد على ضرورة تعميم الهوية الضريبية على كل القطاعات، وكذا على ضرورة تعديل القانون المؤسس لهيئة الأطباء للسماح لهؤلاء بتأسيس شركات محدودة المسؤولية بمساهم واحد للانتقال إلى نظام الضريبة على الشركات لمن أراد ذلك، والعمل كذلك على عصرنة مهنة العدول للسماح لهم بتحرير عقود السكن وتسلم الودائع. لا يفوتني السيدة الوزيرة إلى أن أشد على أيدي الحكومة لإعادة مؤسسات الحوار الاجتماعي وتنزيلها لمخرجات الجولة الأولى منه المنعقدة في غضون هذه السنة. هكذا نثمن في الفريق الاستقلالي ما قامت به الحكومة من رفع المعدل الأدنى للأجور بالنسبة لمعدل أدنى الأجور العام والفلاحي، والرفع من نسبة من يستفيدون من الترقيات إلى 36%، وتخفيض الحد الأدنى للاستفادة من التقاعد عبر صندوق الضمان الاجتماعي، والرفع من أجور الموظفين، والعمل على إخراج القانون المتعلق برخصة الأبوة، والقانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية، والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض متوسط الآماد، ورفع الحيف عن الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة هيئة الممرضين وتقنية الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية، وكذا الرفع من أجور رجال ونساء التعليم بمن فيهم أساتذة التعليم العالي. في المقابل نؤكد على ضرورة إخراج قانون الإضراب وقانون النقابات إلى حيز الوجود، وفتح سوق الشغل وتليينه ليساهم أكثر في الرفع من النمو الاقتصادي. في الأخير لا يفوتني إلى أن أنوه بالنقاش العميق الذي ساد أشغال لجنة المالية بمجلس المستشارين، والدور الذي قامت به كل مكونات المجلس أغلبية ومعارضة لإغناء مشروع قانون المالية لسنة 2023، وننوه بالتعامل الإيجابي للحكومة مع تعديلات السيدات والسادة المستشارين والتي بلغت حوالي 60 تعديلا. ونظرا لكل هذا فإننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سنصوت بالإجابة على هذا المشروع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.